اسم فاطمة اسم يعرفه كل الناس، ولكن القصة التي يحملها هذا الاسم أعمق بكثير مما يظن البعض. استمع جيدا لتعرف السر الحقيقي وراء هذا الاسم العزيز على قلوب المغاربة. سمية فاطمة ماشي مجرد غير سمية، راه جا من الفطام، يعني الحماية والبعد على الشر. أو فاطمة هي ديك البنت اللي كتقطع الطريق على أي حاجة خايبة بلا ما تتردد، وكما كنقول عندنا في المغرب كتبعد على الشر بلا ما تفكر. لكن هذا المعنى مجرد بداية. المعنى الأكبر جاء من امرأة واحدة، امرأة غيرت التاريخ كله. إنها فاطمة الزهراء رضي الله عنها، امرأة طيبة قلبها رحيم وكلامها هادئ، لكن قوتها كانت ظاهرة في كل موقف. ومنذ ذلك الوقت كل من يختار هذا الاسم يبحث عن الوقار والهيبة والنقى. ولدى علماء النفس كلام عجيب عن هذا الاسم. فالبنات اللواتي يحملن اسم فاطمة يظهرن قوة وصبرا، لكن في الداخل هناك حساسية كبيرة وحنان لا ينتهي، قلب دافئ وعقل قوي لا يسقط بسهولة. وفي المغرب يكفي أن تسمع اسم فاطمة لتتذكر تلك المرأة التي تدخل الفرحة للدار وتساعد الجميع ولا تترك أحدا محتاجا. والعجيب أن أغلب الفاطمات محبوبات من دون أي مجهود. وهناك سر آخر لا يعرفه الكثيرون. اسم فاطمة يجذب احترام الناس بلا كلام كثير، لأن هذا الاسم عنده وزن ثقيل في عقل وقلب كل مغربي. وإذا كان اسمك فاطمة فأنت تحملين واحدا من أقوى الأسماء في التاريخ. اكتبي لي في التعليقات ما هي أقوى صفة في كل فاطمة تعرفينها. أتمنى التوفيق لكل فتاة تحمل هذا الاسم العظيم فاطمة. شكرا جزيلا على المشاهدة.